التقنيات الحديثه دي كلها هي اللي خلتنا ان احنا نقدر نقول ان العمليه دي امنه بنسبه 98%. العمليه ديت هتخلصك من كل مشاكلك، من كل وزنك الزايد. العمليه ديت هي اللي هتخليك تبتدي حياه جديده بكل ما فيها من تفاصيل. هيسألك المريض دايما عن ازاي نقلل وجود المضاعفات، بيقعدوا يذاكروا هم القصص. ده حقيقي، ده حقيقي. تقليل المضاعفات دوت بيتكون من كذا شق. من اول اختيار المستشفى اللي هنعمل فيها العمليه وغرفه العمليات. حضرتك عارف غرفه العمليات ديت هي الشيء الاساسي جدا والمهم. من اول استشاري التخدير المتخصص في هذه الجراحات اللي هو بينيم مئات والاف الحالات بهذه القصه، بيعرف يتعامل مع الديفيكالت تكنيكاليتيز او الصعوبات اللي ممكن تواجه. حضرتك عارف مريض السمنه مثلا بيبقى وزنه زياده جدا، بيبقى عنده مثلا شورت نيك زي ما بيقول، او رقبه ممكن يبقى فيه صعوبه في ادخال انبوبه التنفس. جهاز التخدير على اعلى مستوى، ادويه التخدير اللي هي الاحدث والاكثر امانا، المنظار الجراحي اللي بنستخدمه. احنا بنعمل العمليات ديت عن طريق المنظار الجراحي اللي هي بالفتحات الصغيره، فلازم يبقى المنظار اللي هو احسن رؤيه ممكنه. الالات المستخدمه بنهتم جدا بتعقيمها، بطريقه استخدامنا ليها. الدباسه اللي بنستخدمها، ودي نقطه مهمه جدا. الدباسه هنا هي اللي عملت الطفره اصلا، هي والمنظار. غير ان احنا طبعا بناخد شويه اجراءات برضو احترازيه جوه العمليه بعد ما مع استخدام الدباسات والمنظار. بنعمل اختبار تسريب جوه العمليه، بنقفل عند بوابه المعده وبنحقن صبغه اللي هو الميثيلين بلو، وبنشوف لو في اي تسريب. طب لو لقينا شاكين في حاجه بنخيط جدار المعده، ناخد خيط نغيط كل جدار المعده ونعمل اختبار التسريب تاني. بنرفع الضغط جوه العمليه شويه زي ما احنا شايفين كده. دي احد مرضانا، ادي العمليه بعد ادي اللي على اليمين دوت المعده المتشاله واهو زي ما بنشاور عليها. ده كل دي معده مستأصله، 80% من المعده بنستأصلها. وادي الكبد رافعينه، وادي المعده اهي، وادي خط الدبابيس بتاعنا. دي كمان حاجه اللي اسمها السيرجيكال كليبس، عشان لو في اي حاجه بتنزف ولو شعيره دمويه صغيره بنقوم مدبسينها. هنشوف دلوقتي اختبار التسريب. دي اختبار التسريب. اصلا ما بنخليش عيني ياكل بالحجم ده اصلا. ده احنا كده زي ده انت دلوقتي حققنا الصبغه كلها مثال بلو، ميثيلين بلو. وبنشوف خط الدبابيس كله موجود. عامله زي المعده. مفيش اي ليكج، مفيش اي ليكج خالص، مفيش اي نوع من انواع التسريب، مفيش اي نزيف خالص. بنبدا نفضي كل هذه الصبغه من العيان. ودي الحته اللي كنت قلتها لحضرتك قبل كده، ان احنا الانترم او اخر حته في المعده، ان احنا بنشيل جزء منه مش كله ولا بنسيبه كله، وبالتالي العيان ما يقدرش ياكل كميات كبيره فينزل في الوزن، وفي نفس الوقت ما يرجعش. ده اللي احنا بنقوله، يبقى في الوسط. كنا زمان العيانين بيشتكوا كده من ترجيع شديد جدا. مع التكنيك الجديد اللي احنا بنعمله دوت، خلاص اصبح نسبه الترجيع قلت جدا، تكاد تكون صفر. وفي نفس الوقت ما بيأثرش على نزول الوزن. انت بتعملها على الستاندرد، بتسيب من 20 ل 25%.